وانا المهم دلوقتي عندي اللي انت يبقى عندك ابرة مقاس 3.5، وكمان معاكي خيط مناسب للابرة دي. بصوا انا هوريكم نوعين خيط. انا عندي الخيط دوت ماشي، اللي هو الخيط الصوف ده العادي جدا جدا، بس هو عشان لونه اخضر فانا حاسه اللي هو ممكن يتعارض مع الخلفيه ديت فما تشوفوش قوي الشغل. ماشي. وعندي كمان الخيط دوت هو خيط مكرميه. ماشي. خيط مكرميه بس نص ملي، فالسمك بتاعه سمك يعني معقول مقارنه لو احنا هنشتغل بيه في الخيط ده بالابره ديت. ماشي. تمام. فهو سمكه معقول جدا جدا. بصوا بقى، بالنسبه لعقده البدايه وبالنسبه للسلسله انا عملت لهم فيديو منفصل. ماشي. وانتوا ادخلوا في القناه في الجزء بتاع قوائم التشغيل هتلاقوا اللي هو قائمه تشغيل باسم تعلم الكروشيه من الصفر. هتشوفوا فيها ان في كان فيديو كان نازل عن عقدة البداية وعن ايه، وعن السلسلة. ماشي. كانوا هما فيديو يعني مشترك ببعضه يعني. تمام. ولكن انا سريعا هنا في الفيديو ده كده هقول لكم بنعمل عقدة البداية. ماشي. فانا عقدة البداية دائما وابدا في ليها عدة طرق، ولكن الطريقة الاسهل بالنسبة لي ان انا بعملها زي اي عقدة في الدنيا، اهوت ان بيبقى فيه زي دايرة كده. ماشي. ببدأ يعني الدايرة دي بدخلها جوه الخيط اللي هو الطويل ده، يعني الدايرة دي ماشي بعدي منها الخيط الطويل ده اللي هو انا بسحبها كده بايديا بس. ودي عقدة البداية. مفيش ابسط من كده في الدنيا، يعني مفيش اسهل من كده في الدنيا. خلاص. ماشي. لو انا عايزة اعمل سلسلة، لو عايزة دلوقتي اطلع بسلسلة، المفروض ادي الابرة بتاعتي اهي دخلت جوه الدايرة ديت. المفروض ان انا بلف الخيط على الابرة وبطلع من الفتحة دي، وكده انا عملت اول سلسلة. زي ما انتوا شايفين السلسلة ليها طرفين، الطرفين دول مهمين جدا. احنا ساعات بنشتغل على الطرف ده لوحده وساعات بنشتغل على الطرف ده لوحده. ماشي. تمام. يبقى بالمنظر ده احنا كده عملنا 2 سلسلة. بعد كده عملنا 3 سلسلة اهو، 3 سلاسل، 4، 5. ماشي. طبعا الخيط بتاعنا ده خيط واسع شوية، يعني انتوا حتى هتلاقوا السلسلة، بصوا يعني السلسلة واخدة راحتها كده على الاخر، وانا مرخية الخيط جامد. يعني ايه مرخياه جامد؟ يعني انا مش شادة ايديا كده وانا بشتغل، انا مرخية ايديا عادي جدا، ايديا مرخياها، فعشان كده هتلاقوا فيه زي فتحات كده او علامات كده. هل ده عيب في الشغل او عيب في حاجه؟ لا خالص، بالعكس، انت لما تشتغلي وايديكي مرخيه احسن بكتير ما تشتغلي وانت شاده ايديكي وشاده الخيط زي كده. ماشي. وتفضلي تطلعي تلاقي، بصوا اهوت، يعني انا شديت ايديا اهوت، بصوا مش هتلاقوا نفس الفتحات اللي هي هنا. تمام. شوفي الاسهل بالنسبه لك ايه، يعني ممكن في البدايه تحسي الاسهل ان انت تشدي ايديكي جامد، فبراحتك زي ما انت حابه. بعد كده هتلاقي الدنيا بسيطه معاكي خالص. طب احنا عملنا كده كام سلسله؟ مهم جدا اكون عارفه ازاي اعد السلسله، لان ده بيفرق معايا بعد كده في الشغل. لما اجي اقول لك اعملي لي ابدأي مثلا معايا ب 20 سلسله مثلا، وهنطلع فوق كل سلسله بعمود مثلا يعني. تمام. مهم جدا اعرف ازاي اعد سلسله. زي ما انا قلت لكم السلسله من تحت كده اهو، يعني عايزه بس ايه اوصل للمكان اللي فيه اللي انا اعرف. ماشي. زي ما انا قلت لكم السلسله فيها طرفين، ادي طرف وادي طرف. ماشي. يعني عامله زي سبعات كده، كل سبعه من دول هي سلسله. ادي 1، ادي 2، ادي 3، 4، 5، 6، 7، 8. ماشي. خلاص كده. يبقى احنا كده طلعنا بكام سلسلة؟ ب8 سلاسل. برضو عايزاكم تبصوا عليها كويس عشان كل واحد كده وهو قاعد بيتفرج على الفيديو يعد السلاسل ديت. ادي 1 اهي سلسلة، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. ماشي. طبعا مش هنعد دي الفتحة بتاعت الايه، الفتحة بتاعت البداية. ماشي. اللي احنا بنشتغل منها. طيب انا هزود سلسلتين كمان وهيبقى معايا 10 سلاسل. يبقى احنا المفروض هنبتدي الشغل بتاعنا ب10 سلاسل، فهزود 1، ادي 2. كده معايا كام سلسلة؟ معايا 10 سلاسل. النهاردة هنتعلم
ازاي نعمل العمود بلفة، وطبعا اكيد انتوا شايفين من اسم الفيديو. تمام. عشان اعمل عمود بلفة في عندي اختيارات كتير جدا للعمود بلفة، ولكن هي طريقة واحدة ثابتة ما فيش فيها اي منازعات او اي ايه، او ممكن تبقى كده او كده، لا ما فيش فيها كده او كده، ولكن في بس حاجة وحيدة هقولها لكم قبل ما نبتدي. ماشي. احنا ممكن نسيب اول 3 سلاسل، اول 3 سلاسل، عشان كده انا قلت لكم العد ده مهم جدا. ماشي. وادخل في رابع سلسلة، وال3 سلاسل الاولانيين دول انا بحسبهم معايا ان هم عمود بلفة. عمود يعني بعده اللي هو عمود. ماشي. ساعات كده وانت بتشتغلي يقولك سيبي اول 3 سلاسل واحسبيهم ان هم عمود، ساعات يقول سيبي اول سلسلتين وادخلي في التالتة واحسبيهم ان هم عمود. هو ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده؟ ماشي. نظبط بس الفوكس كده بتاع الكاميرا. ماشي. الفرق بين ده وده هتلاحظي ان انت لما بتسيبي 3 سلاسل بتلاقي ارتفاع الشغل بتاعك كبير. يعني الارتفاع اهو مثلا انا عندي اهوت الارتفاع اللي هو الجزء ده كده، ارتفاع الشغل بتاعي بتاع الاعمده هلاقي الاعمده اطول. لكن لما هسيب سلسلتين بس هلاقي الاعمده اقصر، على حسب انا عايزه اشتغل ازاي. اشتغل شغل بتاعي يكون الاعمده بتاعتي طويله او تكون الاعمده بتاعتي قصيره. طيب انا عايزه اقول لكم دلوقتي احنا هنعمل اختبار. هنعمل شكلين، شكل بالاعمده اللي هي اللي احنا هنسيب فيها اول 3 سلاسل وهنشتغل في الرابعه، وشكل تاني باللي هو احنا هنسيب اول سلسلتين وهنشتغل في الرابعه. ماشي. طيب عشان اعمل عمود بلفه، اول حاجه هلف الخيط على الابره بالشكل ده. طبعا زي ما انا قلت انا هسيب اول 3 سلاسل، ادي 1 2 3، وهدخل في الرابعه. بدخل فين؟ بدخل في قلب السلسله نفسها، ولا في الجزء العلوي دوت ولا في الجزء السفلي، في قلب السلسله اهي. ماشي. بعد ما دخلت اهو، بصوا انا دخلت اهو جوه السلسله، يبقى انا لفيت الخيط على الابره ودخلت جوه السلسله اللي انا هشتغل فيها اهو. بعد كده بلف الخيط وبسحبه بطلعه من قلب السلسله. ماشي. بسحب الخيط وبطلعه من قلب السلسله. بقى عندي كام لفه على الابره؟ عندي 1 2 3. ماشي. بعد كده بلف الخيط تاني اهو، وبخرج من اول لفتين. ماشي. وبلف الخيط تاني وبخرج من تاني لفتين. وبكده انا عملت عمود بلفه. هنشتغل في التانية نفس الحكاية، هنلف الخيط على الإبرة بنفس الطريقة وهندخل في التانية. ادي التانية اهيت. ماشي. ما نتلخبطش. هندخل في قلب السلسلة نفسها. تمام. وهنسحب الخيط ونخرج منه. عشان كده بقول لكم لو السلاسل بتاعتي واسعة مش ضيقة، لما اجي اخرج بالخيط من قلب السلسلة نفسها هتريحني جدا. بعد كده الف الخيط على الإبرة بنفس الطريقة، بخرج من اول 2. بعد كده بلف الخيط على الإبرة وبخرج من تاني 2. اتمنى ان يكون الشرح يعني انتم مستوعبينه، ما اكونش سريعه. تمام. يبقى انا بلف الخيط على الابره بالشكل ده. تمام. وبدخل في قلب السلسله، بسحب الخيط، بلف الخيط يعني بسحبه من قلب السلسله. بعد كده بلف الخيط وبخرج من اول 2. بلف الخيط وبخرج من تاني 2. بصوا ارتفاع العمود بتاعي عامل ازاي. ارتفاع العمود بتاعي ارتفاعه كويس جدا وطويل وحلو زي الفل. هتشوفوا بقى التاني عامل ازاي. ماشي. تمام. اهو لفيت الخيط على الابره، دخلت فيه، دخلت في السلسله. تمام. بعد كده لفيت الخيط على الابره وطلعت من اول 2. بعد كده لفيت الخيط على الابره وطلعت من تاني 2. ماشي. اللي بعد كده لفيت الخيط على الابره برضو ودخلت في قلب السلسله. ماشي. بعد كده سحبت الخيط من قلب السلسله، الف الخيط اطلع من اول 2، الف الخيط اطلع من تاني 2. ماشي. من الفوكس يكون مظبوط. قرب شويه. تمام. فاضل لي كام سلسله؟ فاضل لي 1 2، فاضل لي سلسلتين وخلاص كده. ماشي. اهوت. هلف الخيط على الابره زي ما انتوا شايفين. تمام كده اهوت.
اخر واحده، اخر واحده هلف الخيط على الابره وهدخل في قلب السلسله زي ما انتوا شايفين. بعد كده بسحب الخيط، بعد كده بلف الخيط على الابره وهطلع من اول اتنين. ماشي، بلف الخيط على الابره واطلع من تاني اتنين. بصوا الشكل بتاعنا ظهر دلوقتي وباين اهو القطعه بتاعتنا عامله ازاي. اظن القطعه يعني متساويه جدا. نعد كده كام عمود بقى، مهم جدا برضو العد اللي احنا نعرف ازاي نعد. ادي عمود، 1 2 3 4 5 6 7، وبنعد الاولاني دوت اللي هم التلاتة سلسله اللي احنا سيبناهم في البدايه بمثابه ان هم عمود، فاحنا كده عندنا 8 اعمده. ماشي خلاص. لو برضو مش عارفه تعدي العمود بالشكل ده، ممكن تعديه من هنا من فوق، من السلاسل اللي فوق دي اهو. 1 2 3 4 5 6 7، ودي اول يعني او ديت اللي هي السلسله الثالثه للمعلومه دي، السلسله الثالثه يبقى ديت 8. ماشي كده يبقى عندنا 8 اعمده برضو. خلاص زي ما انتوا شايفين القطعه اهي. هنعمل القطعة التانية وهحط لكم الصورتين كده في الاخر كده جنب بعض كمقارنة، وتشوفوهم وتشوفوا اللي انا كنت بقوله ان الطول ده بيفرق لما بنسيب 3 سلاسل او بنسيب سلسلتين. هنفك كده خالص كده اهو. طبعا الفك يعني مفيش اسهل منه. طبعا انا ما بحبس قوي ان انا اشتغل على نفس السلاسل. تمام، انا بحبذ ان انا ايه يعني اعمل سلاسل انا يعني اكتر، اعمل سلاسل من اول وجديد. ماشي، ولكن يعني ايه عشان بس الفيديو هشتغل على نفس السلاسل. للمعلومة احنا طبعا هنسيب اول سلسلتين وهندخل في السلسلة التالتة. زي ما احنا عارفين بندخل في قلب السلسلة نفسها. تمام اهوت. انا هعمل ديت اسرع شوية عشان يعني ايه تشوفوا بس كده. تمام، تشوفوا بس الفرق يعني في الطول وكده، فممكن انا اخلصها كده يعني مع نفسي. طبعا لما هنيجي نعد القطعة دي في الاخر هنلاقيها ازيد بعمود. ليه بقى؟ لان احنا طبعا في القطعة اللي فاتت كنا سايبين اول 3 سلاسل، مش ما اشتغلناش فيهم، لكن القطعة دي سيبنا اول سلسلتين، فالمفروض اللي هنا هيبقوا يعني هيبقوا 8 اعمدة احنا عاملينهم. ماشي، يبقوا كده 8 اعمدة فعلي هنبقى عاملينهم، والى جانب السلسلتين اللي احنا سايبينهم ف9 اعمدة. ماشي تمام اهوت كده. كده احنا خلصنا اهوت القطعة اهي. ماشي تمام، 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا الاتنين اللي هنا دول يبقى كده كام؟ يبقى 9. ماشي، يبقى كده دي القطعة التانية. انا صورتها عشان اوريكم في الاخر الصورتين كده جنب بعض. ماشي، عشان تشوفوا الفرق بين طول ديت وطول ديت. خلاص اظن حتى دي باينه قوي اللي دي اصغر شويه. ماشي، اتمنى ان الفيديو دوت يكون عجبكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اللي انتوا تدوسوا على لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وعشان اكمل السلسله ديت. ماشي، باي باي.